قبل ما نبدأ ما تنساش تعمل لايك، تشترك في القناة وتفعل الجرس علشان يوصلك كل ملخصاتنا الجديدة. بيبدأ فيلمنا بماتشيل وهو حابس وايت في زنزانة وبيضربه بكل قوته، بيخرج من الأوضة وبيكلم بوند بمنتهى الهدوء. مديرة بوند مش بيعجبها الحال ده، فبتقوله اللي انت بتعمله ده غلط، فبتقوله حبيبتك لاند كانت على علاقة بصديق فلاسبر اللي اسمه يوسف، والواد ده لقينا جثته فوق الشط بس وشه هيكل عظمي، والمفروض بقى ان احنا نصدق كلامهم في ان السمكه فعلا اكلت وشه. بيدخلوا بعدها عشان يتكلموا مع وايت وبيسالوه عن الديلر بتاعهم، فبيقول لهم انه اول مره يشوف شرطه بالغباء ده. طبعا الكلام ده بيضايقهم جدا، بس فجاه حد بيدخل وبيضرب عليهم كلهم نار وبيقعوا على الارض ما عدا بوند اللي بيقدر يتفادى الرصاص وبيبدا يطارد اللي عمل كده، واول ما بيمسكه بيضربه بطلقه في جسمه. وبعد فتره بنشوف المديره بتكلم بوند وهي متعصبه من تصرفاته وبتقول له انت ازاي تقتله؟ ده كان راجل بيخدم السفاره الامريكيه وشغال معانا من 8 سنين، لو كنت سبته عايش كنا قدرنا نعرف ايه المبرر بتاعه. بعدين بيروحوا سوا لقسم الامن والمعلومات وبيعرفوا ان الشاب ده كان على علاقه بواحد اسمه سلايت. بوند بيروح يقابل سلايت في الفندق وبيضربه بالسكينه وبيموته، وبيلبس اللبس بتاعه وبيبص في المرايه بعد ما لبس هدوم سلايت وبيقول في نفسه بصراحه ذوقك وحش جدا بس معلش مضطر استحمله، وبياخد شنطته وبينزل من الفندق. في بنت بتشاور له اسمها كامل، بيركب معاها علشان يعرف ايه المهمه ومين المسؤول عنها، بس كامل بتغدر بيه وبعد ما بتاخد منه الشنطه بتزقه من العربيه. لكن بوند بياخد موتوسيكل وبيروح وراها وبتتصل عليه مديرته بتساله لو عرف معلومات من سلايت، بس بوند بيعرفهم انه قتله. بعدها بنشوف كامل واقفه مع دومينيك وبتقول لها فاكره الراجل اللي كنت بتتكلمي معاه من ورا ظهري؟ اهو شوفيه، وبياخدها على البحر اللي بيكون فيه الشخص ده غرقان. بيقول لها ان ده مصير اي حد بيقول كلمه وحشه في حقي. طبعا كامل بتخاف وبتقول له اي كلام علشان ما يأذيهاش. في الوقت ده بيجي الجنرال ودومينيك بيتكلم معاه عن الصحراء اللي عايز ياخدها منه، واثناء كلامهم بوند بينط فوق اللانش وبيخطف كامل وبيهرب. بعدها بوند بيعرف ان دومينيك والجنرال رايحين علشان ينفذوا مهمتهم وياخدوا الارض، فبيتصل بالمديرة وبيعرفها ان في واحد اسمه دومينيك ليه ايد في سرقة الارض اللي تحتها نفط والماس. المديرة بتبلغ وحدات الامن المركزي وبيبدأوا يعرفوا معلومات عن دومينيك وبتتصل بيه وبتعرفوا الخطة اللي جاية اللي هيعملها. فبيسافر بوند وراهم بالطيارة وبيروح النمسا، واثناء ما هو هناك قسم الامن المركزي بيتصلوا بمديرة بوند وبيقولوا لها ان الديلر اللي عمل كده هو رئيس الوزراء السابق وهو يعرف كل مناجم سيبيريا. فالمديرة بتطلب انهم يحولوها على بوند وبتقول له انت عارف انت عملت ايه؟ انت قتلت حارس من الشعبة الخاصة ليهم، وكده هم مش هيسكتوا ولا هيعدوها لك بالسهل، لازم ترجع البلد فورا. طبعا بوند بيرفض وبيقول لها انه مش هيمشي غير لما يخلص المهمة ويجيب حقها من اللي حاول يقتلها. بعدها بيروح المطار وبيكلم بنت من قسم الاستقبال وبيطلب منها ان لو حد اتصل بيها تقول لهم انه سافر البلد. فعلا بوند بيسافر ايطاليا وبيقابل ماتس اللي بيفتح له وبيكون مش عايز يدخله، فبوند بيقول له ايه يا راجل ما كناش نعرف انك بخيل كده، وبيدخل غصب عنه. بتكون زوجة ماتس بتحضر لهم مشروب، فماتس بيقول لها وانت ازاي قادرة تضايقي حد كان من اعدائي؟ فبتقول له طالما كلهم عرفوا انك بريء وجابوا لك بيت كمان تعيش فيه يبقى مفيش داعي للعداوة دي، وبعدين انت مش بتجيب غير مشروب وهو الحاجة الوحيدة اللي هنقدر نضيفه بيها. بعدين بتاخد مشروبها وبتسيبهم وبتمشي. بيطلب بوند من ماتس انه يعمل له جواز سفر وبطاقة بنك مزورة. بيقول له سبحان الله غريبا نثق فيك بعد كل اللي حصل ده. فماتس بيقول له ولا غريب ولا حاجة، هو كده كل ما الواحد بيكبر في السن بيعقل، وبيعزيه في موت لاند. بس بوند بيقول له انها كانت واحدة خاينة ومش فارق معاه موتها، وبيديله صور اعضاء الخلية. طبعا ماتس بيكون عارفهم كلهم، فبيقول له على شخصية كل واحد منهم وانهم تبع مشروع اسمه تييرا. فبيستغرب بوند من ان ماتس يعرف المشروع ده وبيطلب منه يكلم له صديقته اوليفيا اللي بتشتغل في السفارة الامريكية من 6 سنين، وماتس بيوافق وبيسأله هو عايز يعرف منها ايه. فبوند بيقول له تعالى وانا اقول لك. بالليل بنشوف بوند قاعد مركز على صور لاند ومش قادر ينام. ماتس بيعرض عليه ياخد برشام منوم او دواء ينسيه همه حبة، بس بوند بيرفض وماتس بيستأذن منه وبيروح ينام. تاني يوم بيروح بوند وماتس السفارة الأمريكية وبيقابلوا هناك بنت اسمها فيلز من القنصلية. طبعا بتقول لبوند عندي أوامر إن رجعك على لندن وكفاية بقى أكشن لغاية كده. فبيقول لها ويا ترى ماتس كمان هيرجع معايا؟ ففيلز بتقول له لا ماتس مش مهم بالنسبة لنا، وبتعرفه إنه أول طيارة رايحة لندن بكرة الصبح وإنه لو حاول يهرب هتكلبشه وبرضه هترجعه على بلده.
بوند بيقول لها لا خلاص الطيب احسن. بعدها بيروحوا فندق غالي وبيحجزوا فيه، وبيخبط ماتس على اوضتهم وبيديلهم بطاقه دعوه لحضور حفله دومينيك. فبوند بيقول له هو انت جاي معانا ولا ايه يا كبير؟ فبيقول له ماتس انا رايح اشرب كاس مع واحد صاحبي بيشتغل عقيد، روحوا انتوا وبعدين انا هاجي احصلكم. فبيروح ماتس وفيلز للحفله اللي بيكون فيها دومينيك قاعد بيتكلم عن مشروع تيارا الجديد. بعد ما بيخلص كلمته على المنصه الرئيس بتاعه بيهنيه علشان كان لبق في كلامه، وطبعا دومينيك بيتبسط جدا وابتسامته بتبقى من الودن للودن. بعدها بياخد كامل على جنب وبيتكلم معاها، وهما بيتكلموا مع بعض بيجي باند وبيقول لهم خلوا بالكم لحسن تقعوا من فوق. طبعا بيكون قصده تهديد رسمي بانه هيوقعهم. فدومينيك بيقول له انا مش مستغني عن حياتي، خد كامل اهي لو عايزها. وفعلا باند بياخد كامل وبيركب عربيته وبيسألها عن أرض مشروع تيارا. بتشوف فيلز رايحة تتكلم مع دومينيك. في الوقت ده الشرطة بتطارد باند وكامل، فباند بيعرف كامل ان دومينيك هو اللي باعت عناصر الشرطة دول، وبينزلهم باند من العربية وبيطلبوا منه الرخص وبيديها لهم. بعدها بيفتح لهم العربية من ورا وبيتفاجئ ان صديقه ماتس متصاب وموجود فيها، فبيضرب على رجالة الشرطة نار علشان ما يقبضوش عليه بتهمة هو ما عملهاش. وبيطمن على صديقه ماتس اللي بيقول له طلب الأخير منك إنك تسامحنا أنا ولاند، وبيموت. فباند بيبقى صاحب صاحبه جدا يعني، وبيرمي جثته في أقرب سلة زبالة. بعدها بيهرب هو وكامل بالعربية. تاني يوم الأخبار بتوصل لمديرة باند بإنه قتل صاحبه ماتس واتنين من رجالة الشرطة. بعدين كامل وباند بيركبوا الطيارة، بس الهدف بيضيع منهم بسبب إن في طيارة بتشتتهم. وبتلاحظ كامل إن باند بيسوق بعنف شوية، فبتقول له هو أنت سايق ولا بتلعب GTA؟ فجأة طيارتهم بتنفجر وبيقعوا، بس لحسن حظهم بيكون معاهم باراشوت بينزلوا بيه في كهف ومش بيحصل لهم حاجة. في الوقت ده مديرة باند بتحكي مع الوزير عن مشروع تيارا وبتقنعه انهم يقبضوا على دومينيك. وبنشوف كامل وهي بتحكي الباند عن ميدرانو وان هو السبب في كل اللي هم فيه، وان ابوها كان شغال تبع الاستخبارات الامريكيه، وفي يوم اصدروا قرار بوقفه، ووقتها والدها موت مامتها واختها وحرق البيت باللي فيه. من وقتها وهي بتدور على ميدرانو علشان تنتقم منه، فبيقول لها وانا كمان هدفي زيك بالظبط. وبياخدها وبيرجعوا على الفندق، وهناك في بنت من الاستقبال بتديله رساله من فيلز بتقول له فيها يهرب بسرعه. فبيقول لي كامل استنيني انت في العربيه. بيدخل اوضته وبيلاقي مديرته رجاله من عناصر الشرطه بتقول له غضبك عميك لدرجه انك ما عدتش تفرق ما بين مين اللي معاك ومين ضدك. وطبعا باند مش بيبقى فاهم قصدها ايه، فبيقول لها ما تقلقش عليه. فبتقول له ادخل جوه وهتعرف احنا بنتكلم على ايه. ولما بيدخل بيلاقي فيلز ميته، وبتعرفوا المديرة انها ماتت بسبب ان رجالة مدرانو غطسوا جسمها في النفط، وبتعرفوا انهم خلاص امروا بالقبض عليه. والرجالة فعلا بياخدوا منه السلاح وبيقبضوا عليه. يا ترى تفتكروا بوند هيستسلم؟ سمعتكم يا اللي بتقولوا طبعا لا، فعلا ده اللي بيحصل. اول ما بينزلوا في الاسانسير بوند بيضربهم كلهم وبياخد سلاحه وبيهرب. واثناء ما هو بيهرب بيقابل مديرته اللي بتستغرب انه ماشي بحريته، وبتفهم انه ضربهم كلهم. فبتقول له هو انت ازاي تعمل كده وفي امر بالقبض عليك وانهاء خدمتك للبلد؟ فبيقول لها ده كلام كنتو، انا ما سمعتش ان في حد عايز يقبض عليا. فبتقول له طب وانا؟ بوند بيقول لها بس انت مش محسوبه لانك عامله زي النوتيفيكيشن اللي بتيجي في وقت غلط، بيعرفوا انه لسه الموضوع ما انتهاش، واول لما هيقبض على المجرم الحقيقي هيسلم نفسه بتيجي رجاله تانيين بيسالوها هيقبضوا عليه ولا لا. فبتقول لهم انا واثقه في بوند وانه هيجيب المجرم الحقيقي. وبنشوف بوند وهو واقف مع فيليكس اللي بيقول له على المكان الجديد للنفط، وبيطلب منه يلحق يهرب بسرعه لان رجالتهم هتهجم على المكان دلوقتي. وفعلا الرجاله بتهجم على المكان وبيضربوا عليهم نار، بس بوند بيقدر يتفادى اطلاق النار وبيروح مع كامل المكان، وبيتفاجئ لما بيلاقيها ماسكه مسدس وبتحط الرصاص فيه. فبيقول لها لا ده انت كنت سوابق بقى. بعدها بيدخلوا المكان اللي بيكون دومينيك قاعد فيه وبيتعاقد مع الاستخبارات الامريكيه في صفقه النفط، وبعد ما بيمضوا العقد بيتضح ان دومينيك نصب عليهم. بعدها بيدخل بوند وكامل المكان وبيضربوا عليهم نار. اما مدرانو فبيحرق المكان وبيقول لكامل انت ما متيش وانت صغيره، هتموتي وانت كبيره. طبعا كامل بتخاف والنار بتبدا تشتعل وبتملى المكان، بس بيجي باند وبيقدر ينقذها. اما دومينيك فبيسيبوه في الصحراء لوحده. باند بيرمي له علبه فول بيقول له كلها اهي برضه تسد جوعك، وبيركبوا العربيه وبيرجعوا البلد. بعد فتره بيسافر باند لكندا، بيقابل يوسف اللي بيكون قاعد مع فيلدز، وبنكتشف انها بنت كنديه وكذبت على باند حتى في اسمها عشان توصل معلومات سريه ليوسف.
فباند بيقول لها أنا عارف إنك بتحبيه لدرجة إنك كنت بتعملي أي حاجة بيطلبها منك، وبيطلب منها إنها تخرج بره وتسيبهم لوحدهم شوية. وفعلا فيلز بتسيبهم لوحدهم، وبعد 5 دقايق بيخرج باند من المكان ومديرته بتكون واقفة مستنياه. بس الغريبة إن باند ما قتلش يوسف زي ما كان بيعمل كل مرة مع أي حد بيضايقه، وفي الآخر بيقول لمديرته أنا آسف لأن كان معاكي حق في كل كلمة قلتيها عن لاند. فبتقول له ياه وأخيرا سمعت الكلام. باند بيقول لها ما تفرحيش قوي، ده استثناء، وبيسيبها وبيمشي. هنا بينتهي فيلمنا. وإذا كنتوا عايزين تعرفوا إيه الكلام اللي المديرة قالته عن لاند ارجعوا للجزء الأول. وبس كده، باي باي.